المهم ادم وطني طلع وصرح وقال عايزين تمددوا او تعدلوا امام عاشور يبقى لازم تقعد معايا، انا وكيله رسمي. والاهلي رافض قطعا انه يقعد مع ادم وطني لخلافات قديمه حضراتكم عارفينها. فالراجل طلع اتكلم قال لو اداره الاهلي او الناس المسؤولين اللي عايزين يمددوا عقد امام عاشور ويعدلوه مش هيقعدوا معاه، ده عدم احترام لامام عاشور. لا، من حق النادي الاهلي ما يقعدش معاك. الاهلي ما يتكلمش معاك اساسا، من حقه. تمام، بس لازم امام عاشور يبقى فيه رد للتصريحات دي، لازم. ما ينفعش الامور تعدي كده مرور الكرام، ما ينفعش، والا تبقى انت راضي عن كل اللي بيتقال في السوشيال ميديا او عن طريق وكيلك. تمام، مش خد بالك، مش معنى ان انت لعيب مهم في النادي الاهلي يبقى انت كده في حته ثانيه لوحدك خالص، لا خالص خالص خالص. الاهلي قبلك كان بيكسب دوري عام وبيكسب افريقيا، والاهلي بيك وبعديك هيكسب دوري عام وهيكسب افريقيا وهيكسب كل حاجه. مبادئ الاهلي فوق الجميع. امام عاشور ربنا يرجعه بالسلامه ان شاء الله ويخرج من المستشفى بسلامه الله، لازم يبقى فيه امام رد محترم، رد قاطع عن الكلام اللي بيقوله وكيلك. ولازم يبقى عندك رفض صريح لتصريحات ادم وطني.